السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 2018 نزلت هوليوود لينا بفيلم عن الحياة البحرية اسمه فيلم أكوامان. بيتكلم عن مدينة مجهولة اسمها مدينة أتلانتس، واللي اتكلم عنها كتير من الفلاسفة منهم أفلاطون، واللي كتب عنها كتير جدا واتكلم عنها غيره من العلماء، منهم علماء الأحياء البحرية ومنهم المؤرخين اللي لا تبع دول ولا تبع دول، وحتى ان في بعض الحكومات بحثت عن المنطقة دي بشكل سري وبشكل علني كمان. وعلشان كده احنا النهاردة حابين نتكلم عن مدينة أتلانتس علشان نعرف ايه اصل الحكاية، وهل فعلا اللي جه في الفيلم ده حقيقة ان هم عالم متطورين جدا وعندهم تكنولوجيا رهيبة تفوق قدرات البشر، بل كمان انهم قدروا يتحكموا بيها في البحر والسمك عن طريق ان هم يخلوا الاسماك تفهم لغتهم زي ما احنا خلينا بعض الحيوانات تفهم لغتنا. هنجاوب على كل ده في حلقتنا النهارده بعد ما ندخل الغرفة الخاصة بينا اللي مكتوب عليها أتلانتس المدينة الغامضة. وقبل ما نبدأ تعال نبدأ بوصف الغرفة بتاعتنا زي ما متعودين. غرفة أتلانتس مكونة من الداخل عندنا لأربع مناطق أساسية. أولا وصف مدينة أتلانتس بحسب كلام أفلاطون، بما إنه يعني أول واحد عرفنا عن منطقة أتلانتس دي، ودي بالمناسبة يعني هنلاقي فيها كلام كتير جدا مش معقول تماما للعقل البشري، لأن أفلاطون شخص ملحد غير معترف بالدين ولا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، ولكن احنا هنذكر اللي قاله لأن زي ما قلنا إن مدينة أتلانتس فكرتها طلعت من عنده، وفي حاجة كمان قالها خاصة بطوفان سيدنا نوح هنقولها برضه. وثانيا بقى هنتكلم عن الأساطير حول أتلانتس، وفيها هنتكلم عن شوية أساطير اتقالوا عن المنطقة دي، وفيها هنعرف إن في خرافات كتير قوي اتقالت عن المنطقة دي، وهنعرف كمان إيه اللي جاب اسم مثلث برمودا في النص. وثالثا هنتكلم عن الأدلة اللي استند إليها العلماء لتأكيد وجود أتلانتس. ورابعا هنتكلم عن أتلانتس في الحضارة الفرعونية، وهتتفاجئ جدا لما تعرف إن في نقوشات اترسمت على بعض المعابد بتتكلم عن وجود مدينة أتلانتس. وكمان هقولك ايه اللي عملوه النازيين علشان يوصلوا لها. بعد ما عرفنا المخطط بتاع الغرفة، تعالى بينا بقى النهاردة نبدأ بأول مفتاح معانا وهو وصف أفلاطون. بحسب كلام أفلاطون أتلانتس مدينة جميلة جدا لقبوها أتباعه في العصر الحديث بالفردوس على الأرض. وحسب وصفه برضو إن المنطقة دي مدينة موجودة جوه قارة مجهولة لينا في العصر الحديث، ولو اني معرفش يعني ايه اللي خلاه يقول ان هي موجودة رغم ان هو على كلامه هي مش موجودة دلوقتي. والغريب انه حدد لها مكان كمان، وهو غرب مضيق جبل طارق في المحيط الاطلسي. وارض اتلانتس دي عبارة عن ارض خصبة جدا، اكثر خصوبة من ارض السودان، وده على كلامه برضه. واللي ما يعرفش السودان خصوبة أرضها أعلى بكتير من خصوبة أرض مصر. وكمان أكد أفلاطون على إنها شكلها دائري ومساحتها تقريبا مجموع مساحتي روسيا وليبيا مجتمعين معا. فتخيل انت بقى حجمها الرهيب ده، وبيحكمها حكام ذكائهم عالي جدا وشعبها متطور لأبعد الحدود ويملك قوة عقلية وتكنولوجية مهولة. عندهم كمية تكنولوجيا محدش سمع عنها قبل كده ولحد النهاردة كمان. ولو مش مصدق كمل الحلقة معانا وهتفهم قد ايه هم كانوا بيملكوا تكنولوجيا كبيرة جدا. ومن هنا بقى أفلاطون هيبدأ يهزي كلام ما يطلعش غير من واحد ملحد فعلا، وهو ان حاكم أتلانتس الأول واللي بناها هو إله البحر بوسايدون. وقبل ما نكمل حابين نقول اننا مش بندعو للكلام الفارغ ده خالص، احنا ناس مسلمين وموحدين بالله وعارفين ربنا كويس جدا، بس احنا بننقل التاريخ زي ما هو، والتاريخ بيتنقل زي ما هو ما فيهوش اي تغيير. نرجع بقى لموضوعنا. طب بوسايدن بنى المدينة دي ليه؟ بوسايدن وعلى حسب كلام أفلاطون بناها علشان يستغلها انه يوضح لمراته قد ايه هو بيحبها، لان لو قريت في تاريخ اليونان القديم هتعرف ان بوسايدن كان مخلص جدا لمراته وكان بيعشقها عشق رهيب لا يفوق العشق ده اي حد تاني غيره. يعني مستحيل تلاقي واحد لحد النهاردة على حسب كلامهم بيحب مراته زي ما كان بوسايدن بيحب مراته. وعلشان كده بنالها قصر عملاق على اجمل هضبة داخل المدينة. ولكن للأسف بقى بعد موت بوسايدن اتغير أخلاق شعب أتلانتس نهائيا، وبقوا قوة عسكرية غاشمة رهيبة. تخيل كده ناس عندهم تطور رهيب بيحاربوا ناس بأسلحة بدائية، زي ما تجيب حد بالأسلحة الحديثة تقول له روح حارب الهكسوس. وبدأ شعب أتلانتس إنه يهاجم أوروبا وشمال أفريقيا، وقدروا إنه يهزمهم كلهم ما عدا مدينة أتينا، المدينة الإغريقية العريقة ذات الشعب الباسل المثالي زي ما سماهم أفلاطون. واللي مش فاهم يعني إيه الحبة اللي قلناهم دول، تعال أفهمك بسرعة كده. أفلاطون مبدأ فلسفته الأساسي على إن العالم بتاعنا ده مش عالم حقيقي، وهو مجرد عالم مزيف، والعالم الحقيقي هو عالم المثل والقيم اللي لا يدركه الحواس بل يدركه التفكير.
ما علينا، مجرد كلام طالع من واحد لو فكر مع نفسه 5 دقايق بره الجنون ده هيتأكد ان كل الكلام ده نكش فراخ ملوش اي لازمة. وبعد كده اما قدر سكان اتينا ان هم يهزموا اتلانتس بالمثل والقيم العريقة اللي هو طبعا مؤمن بيها زي ما شرحنا من شوية، ساعتها اله البرق وكبير آلهة اليونان زيوس او زوس زي ما مكتوب باللاتينية القديمة غضب منهم غضب شديد لانهم هاجموا اليونان اللي كانت تحت حمايته، وتحديدا اتينا وهي مكان ولادته، واللي كانت في الثقافة الإغريقية القديمة هي موطن الإله زيوس. ولكن بقى أفلاطون ما قالش زيوس قرر يعمل معاهم إيه، هو كل اللي قاله إن زيوس اتوعد أهل أتلانتس بالهلاك، وفي من تلامذته قالوا إنه غرقها، وفي اللي قال إنه ضربهم بصواعق برق رهيبة اتسببت في اختفائهم للأبد. ولكن المؤرخين غير الفلاسفة واللي مؤمنين بوجود ربنا، واللي بالمناسبة الكلام ده كله بيدور سنة 360 قبل الميلاد، يعني كان سيدنا موسى جه وفي أنبياء كتير جم وعرفوا الناس ان لا اله الا الله، يعني كان في ناس مؤمنين بوجود ربنا اياميها. المهم ان المؤرخين المؤمنين بوجود الله قالوا ان بالفعل كان في مدينة سمعوا عنها اسمها اتلانتس، بس اختفت في طوفان عظيم، وغالبا ده طوفان سيدنا نوح. وهم نفس المؤرخين دول لما اتحدوا مع العلماء بين علم الجغرافيا والعلماء من الرحالة افترضوا نظريتين، الأولى إنها كانت فعلا موجودة بس كانت موجودة بالقرب من الساحل الأسباني، والتانية إنها ممكن تكون موجودة خلف القارة القطبية الجنوبية اللي هي انتاركتيكا او انتركتيكا حسب انت بتقولها ازاي. تعالى بقى اديلك الكلام النصي اللي قاله افلاطون عن الحته دي. الحقيقه ان افلاطون كتب عن المدينه دي عن طريق حاجه اشبه بحوار بين اتنين سنه 360 قبل الميلاد زي ما قلنا، وهي ان واحد من الاتنين دول حكى عن جده اللي جه مصر سنه 350 قبل الميلاد، واتحكى له ان في قاره حكمت العالم كله بقوه علميه مهوله، والقارة دي كانت موجودة في المحيط الأطلسي، وعلى حسب كلامه إن الأطلسيين اللي نجوا من طوفان نوح انتشروا في العالم كله وعلموا الناس كل حاجة خاصة بالتطور، وكمان علموهم إزاي اكتشفوا العلوم اللي وصلتهم لاختراع الكهرباء والسفن البخارية والطيارات كمان. وخد الجاية دي بقى، إنهم عرفوا الناس كمان إزاي اخترعوا الطبق الطاير والسفن الفضائية. وعلى فكرة الكلام ده في جزء منه صح بخلاف العقائد الدينية، ولو مش مصدق كمل شوية وهتلاقي بالأدلة العلمية إن في آثار فعلا عليها الكلام اللي بنقوله ده. ونرجع ونقول إن أفلاطون حدد مكان أتلانتس عند منطقة اسمها أعمدة هرقل، وهي مضيق جبل طارق حاليا. كانوا اليونانيين القدام كانوا بيسموها أعمدة هرقل عشان كانوا معتقدين إن هرقل ضرب المنطقة دي فشق الحاجز اللي ما بين القارتين، عشان كده اتكونت المنطقة دي. بل ان الملحدين اللي مؤمنين بوجود اتلانتس بيقولوا ان المضيق ده هو بوابة العبور للمدينة، وان جزر الازور والكناري دول بواقي وجود مدينة اتلانتس على الارض. واعتقد كده كفاية قوي على ترهات افلاطون دي، وتعالى بقى نقول ايه الاساطير اللي طلعت عنها بعيد عن كلام الفلاسفة اللي بالنسبة لي هو كلام تخاريف فقط. أول أسطورة طلعت عن مدينة أتلانتس كانت أسطورة بتقول إن أتلانتس كانت قارة ومش مجرد مدينة ظهرت في المحيط الأطلسي، وبسبب الحركات الأرضية خاصة حركات القارات فوق الوشاح والألواح التكتونية اللي تحت الأرض اتحركت من المحيط الأطلنطي للمحيط الهادي واختفت هناك، ومحدش عارف يوصلها لحد دلوقتي. والحقيقة يعني إن الكلام ده قد يكون صحيح، لأن تخيل معايا كده مدينة بحجم روسيا وليبيا مجتمعين معا. وبالمناسبة يعني احنا دورنا كتير جدا في الموضوع ده، وليه ما عرفناش هو اختار ليبيا تحديدا. طب روسيا مفهوم ان هي علشان اكبر دولة في العالم، ولو ان اياميها يعني روسيا ما كانتش بالحجم اللي هي عليه دلوقتي ده. والاسطورة التانية هنحتاج نرجع للمفتاح الاول ونشوف افلاطون قال ايه عن مكان مدينة اتلانتس. افلاطون قال ان هي موجودة بعد مضيق جبل طارق، يعني قريبة جدا من منطقة مثلث برمودا، واللي طلع عليه ملايين الاساطير حرفيا، وهنعمل له حلقة قريب جدا باذن الله. واللي قال الكلام ده ما قالهوش من فراغ، لان اما بحثوا في المنطقة المحيطة بمثلث برمودا لقوا اثار لحاجات اشبه بمدينة غارقة فعلا. ولكن الحقيقة ان العلماء اياميها قالوا ان دي ممكن تكون اثار طبيعية من صنع الطبيعة ومش من صنع البشر، لان بالعقل كده المنطقة دي احنا لحد النهاردة بكم التكنولوجيا اللي وصلنا لها مش قادرين نوصل لها ولا عارفين نعرف هي ايه اللي جواها. فتخيل معايا ان قارة بحالها تكون موجودة فيها وناس عارفين يعيشوا فيها وكمان يبنوا حضارة. والأسطورة التالتة بقى ان هم قالوا ان انتاركتيكا او انتاركتيكا هي اتلانتس، واستندوا ان في تغييرات كتير قوي حصلت على الارض من حوالي 12 ألف سنة نتج عنها ان اتلانتس انفصلت عن انتاركتيكا،
وغرقت بالكامل نتيجة التغييرات اللي حصلت دي. الحقيقة كمان ان الموضوع ده اتفتح تاني بعد حكايات القارات اللي اتوجدت تحت انتاركتيكا، وده بقى حوار طويل جدا محتاج حلقة من القبو بتاعنا من حلقات التاريخ، مش حلقة عن موضوع علمي خالص. ولو حابين نتكلم عن الموضوع ده قولوا لنا في التعليقات. والاسطورة الرابعة بقى هي ان العلماء قالوا ان اتلانتس دي مجرد اسطورة وتخاريف. طبعا الكلام ده طبيعي انه يحصل، لان اي حاجة البشر بيوصلوا لها وبيختلفوا فيها وما بيبقوش عارفين عنها حاجة، طبيعي انك انت تلاقي ان في ناس بتقولك انها مجرد اسطورة. ناس بتحب تريح دماغها بيحكموا عن ان الحاجة دي مش موجودة لمجرد انهم مش عايزين يدوروا او فشلوا في البحث عنها. تعالى بقى اقولك في المفتاح الجاي ايه الادلة العلمية على وجود اتلانتس. في كذا دليل علمي استند إليه العلماء لوجود مدينة أتلانتس، أهمها الآثار اللي لقوها على الساحل الأسباني، حيث أن البعثة البريطانية اللي اكتشفت الآثار دي قالوا أن الآثار دي ترجع لمدينة أتلانتس بعد ما تم فحص المنطقة بالأقمار الصناعية، وده مش من فراغ على فكرة، لأن الآثار اللي اكتشفوها دي كانت على شكل دائري، وزي ما قلنا إن أتلانتس مدينة دائرية الشكل. والدليل التاني بقى هو اللي هيصدمك حرفيا، إنهم اكتشفوا سور عظيم بطول 120 كيلو في نفس المنطقة اللي أشار إليها أفلاطون في كتاباته. وخد القنبلة اللي جاية دي بقى، وهو اكتشاف العلماء لمدينة فيها أهرامات صغيرة غرقانة في نفس المنطقة من تقريبا 5000 سنة تحت المنطقة اللي موجود فيها مثلث برمودا. والكلام ده مثبت فعلا وتقدر تبحث عنه في أي محرك بحث انت حبه، هتلاقي إن المدينة دي نسخة طبق الأصل من الأهرامات اللي عندنا في الجيزة، وسبحان الله معمولة قبل إنشاء الأهرامات بتقريبا 326 سنة، لأن الهرم الأكبر معمول سنة 2650 قبل الميلاد، وإحنا دلوقتي في 2024، يعني مر 4674 سنة. يعني الفرق بين بناء الهرمين دول هو 326 سنة بالظبط. كمان ما تنساش ان المنطقة دي قريبة جدا من مضيق جبل طارق، وافتكر كلام افلاطون. والدليل الرابع بقى هو انهم قالوا ان اتلانتس دي كانت في المنطقة اللي ما بين قبرص وما بين ارض سوريا الحبيبة، وان قبرص دي هي المنطقة اللي فاضلة من مدينة اتلانتس لحد دلوقتي. والسبب في كده هو اكتشاف بقايا مستوطنات بشرية غرقانة في البحر اللي بيفصل ما بين الدولتين دول. فهل تعتقد ان ممكن تكون فعلا اتلانتس قدام عينينا كل ده واحنا مش واخدين بالنا؟ الله اعلم. تعالى بقى افاجئك اكتر في الدليل اللي جاي ده، ان كان في احد السلاطين العثمانيين لقوا عنده خرايط كانت نسخة طبق الاصل من الخرايط اللي استخدمها كولومبوس في الخرايط بتاعته، يعني كان ناسخ دي من دي، استخدمها في انه يكتشف العالم. والخريطة دي موجودة عليها جزيرة كبيرة جدا في نفس المكان، بس مش موجودة على الخرائط الحالية. والله أعلم، ممكن تكون هي دي أتلانتس، وممكن تكون مجرد جزيرة بركانية اختفت بقى فترة. والدليل الأخير بقى اللي هنبدأ بيه المفتاح الجاي هو وجود نقوشات غريبة على جدران المعابد المصرية بتأكد وجود أتلانتس. تعال أوضحها لك بالتفصيل في المفتاح الجاي. لازم تعرف يا صديقي ان العلماء والباحثين المهتمين بمدينة اتلانتس مؤمنين تماما بان في علاقة وطيدة ما بين اتلانتس وما بين الحضارة الفرعونية القديمة، وبيقولوا انه بعد طوفان سيدنا نوح بسنين طويلة، بعد ما انتشر الناس على الارض مرة اخرى، جه ناس كتير هنا في مصر ونقلوا كل العلوم اللي كانت معاهم قبل طوفان نوح، وده اللي اكدته النقوشات اللي موجودة على معبد ابيدوس، واللي مرسوم عليها طيارة حديثة جدا حتى مش موجودة في عالمنا لحد دلوقتي، وغواصة وطبق طاير. طبعا ناس كتير قالت انها صدفة، وناس تانية قالت ان دي اعادة للنقوشات القديمة، يعني واحد نقش نقش وطلعت الرسمة غلط، ام نقش تاني على النقش القديم وطلع الرسم زي ما احنا شفناه كده، وان بمرور الوقت النقوشات دي بتتكسر، وان الفراعنة كانوا بيكسلوا يعيدوا البناء مرة تانية فبيكملوا على المكسور، فبان كده برضه. طبعا ده يعني كلام فارغ لا يصدقه اي حد قرا في يوم واحد عن التاريخ الفرعوني، لاننا عارفين كويس قوي مدى براعة المصريين القدماء في العلوم وتحديدا فن النحت. مش ممكن يعملوا حاجة زي دي، ودي حاجة موجودة فعلا في كتب التاريخ الفرعوني، وبتقول ان وقت ما كان المصريين بيغلطوا في النقوش كانوا بيمسحوا النقش تماما ويعيدوا النقش من اول وجديد، يعني مفيش حاجة اسمها ان النقش على الرسم القديم، مفيش الكلام ده خالص. وبالنسبة لحتة الرسومات ففي مثال انجليزي بيقول لو حصل حاجتين في نفس الوقت وما بينهم رابط قد تكون صدفة، ولكن 3 حاجات بتبقى مقصودة، ولو من عدو بتبقى مؤامرة. للي مش فاهم بالبلدي كده، ممكن تكون صدفة اننا نلاقي صورة من الحضارة القديمة شبه الحياة الحديثة، لكن اننا نلاقي 3 رسومات وكمان فيهم واحدة لحاجات متطورة عن اللي موجودة دلوقتي، دي حاجة بقى ما اعتقدش ان هي صدفة خالص. بل الاكبر من كل ده هو اللي قاله العالم بيل براون في الكتاب اللي قال فيه ان في غرفة سرية تحت ابو الهول بتخفي ثروة علمية مهولة من اكتشافات الفراعنة. وانا عارف كويس ان دكتور زي حواس وكتير من علماء الاثار قالوا ان مفيش حاجة اسمها غرفة تحت ابو الهول، ولكن اللي دايما انا مقتنع بيه تحديدا
ان مفيش حاجة اسمها هو كده مع الفراعنة، لانهم قالوا نفس الكلام قبل كده عن حاجات كتير. يبقى اكتشاف معين ويقولوا احنا خلاص جبنا اخره، والاخر نلاقيهم لسه بيكتشفوا حاجات كتير قوي عن نفس الاكتشاف اللي قالوا ان مفيش اي حاجة تاني وراه. وبالمناسبة بيل براون اكتشف فعلا وجود غرفة تحت ابو الهول، ولكن ما قدرش ياخد اذن بالحفر وقتها. وحاليا تم اكتشاف 4 غرف تحت ابو الهول، ومحدش قادر يوصل ويكتشف هما فيهم ايه. والله اعلم بقى هما مش قادرين ولا مش عايزين. واخر حاجة لازم تعرفها ان اتلانتس ما لفتتش نظر العلماء بس لفتت كمان نظر الحكومات، ومن اهمهم الحكومات النازية بقيادة هتلر. وفي الوقت ده هتلر امر حكومته كلها بانهم لازم يبحثوا عن المنطقة دي ويدوروا عليها، ولكنهم لقوا حاجة تانية خالص. وجدوا فجوات كبيرة جدا جوه انتاركتيكا واصلة لمناطق عميقة جدا تحت الارض، ولكن محدش قدر يكمل لان كل اللي كملوا طلعوا ميتين. وساعتها قفلوا الموضوع تماما لحد ما عرفوا ايه اللي بيحصل تحت انتاركتيكا، وسجلوا جملة من تحت القارة المتجمدة بتقول خلوا البشر يبطلوا اللي بيعملوه ده، احنا لحد دلوقتي مش عايزين نتدخل، ولو اتدخلنا هتبقى نهايتكم، واحنا لحد دلوقتي محافظين على العهد. ولو عايز تعرف مين دول وايه حكايتهم، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تتابع الحلقة الخاصة بيهم واللي هتنزل قريب جدا. بكده نكون عملنا كل اللي علينا وعرفناك كل حاجة خاصة بأتلانتس من خرافات وأساطير وأدلة علمية. وأكيد أنت دلوقتي شايف إن بنسبة كبيرة وجود أتلانتس أكبر بكتير مما كنت متخيل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم المفاتيح الجديدة، ونشوفكم بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.